هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن ازاي نستعد للترم التاني. طبعا كلنا دلوقتي غالبا بدأنا ترم تاني دروس اصلا، فحابين ان احنا بقى نجدد طاقتنا كده ونبتدي الترم التاني احسن. وسواء احنا جبنا درجاتنا بتاعه الترم الاول او لسه ما جبناهاش، او مثلا جبناها وما عجبتناش قوي، او الحمد لله ربنا كرمنا ودرجاتنا كويسه وحابين ان احنا يعني نستمر على هذا الاساس وكده. المهم ان الفيديو ده هيكون ازاي نستعد للترم التاني عامه، ازاي نستعد ماديا وازاي نستعد نفسيا كمان. فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. اول حاجه هو الاستعداد المادي، حابه اتكلم فيه شويه لان هو حاجه على السريع كده، اللي هو فاهم يعني حاجات بديهيه شويه بس قلت اقولها يعني مفيش مشكله. انه اول حاجه طبعا لازم نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها، سواء كتب سواء مثلا مستلزمات مدرسه وحاجات كده، لان ده اصلا بيشجعنا على المذاكره، اللي هو فاهم انا جايب حاجات جديده بقى وكده يعني. لازم برضو ان احنا نرتب المكتب بتاعنا اللي كان متبهدل من الامتحانات اللي فاتت، اللي كلنا كنا بنتحجج بالامتحانات عشان مش نرتبه. وعامه يعني اي حاجه في حياتنا كانت متبهدله نحاول ان احنا نصلحها يعني، عشان نبتدي على نظافه كده يعني. اوضتنا نروقها بقى، المكتب نرتبه، لو عايزين مثلا نغير مكان المذاكره بتاعنا، لو عايزين ان احنا نجيب فيه حاجه جديده، اي حاجه المهم نعمل تغيير كده. حتى التغيير بيدي طاقه ايجابيه اكتر وبيحسسك باختلاف شويه، فبتحس ان انت عندك طاقه تعمل الحاجه دي. كمان ممكن الحاجات اللي احنا مش محتاجينها زي مثلا الكتب القديمه او المستلزمات القديمه اللي احنا ما عدناش محتاجينها، او شايفين ان احنا جبناها مثلا الترم اللي فات وما استخدمناهاش كتير، فممكن ان احنا مثلا نديها لاي حد تاني محتاجها بدل ما احنا نرميها، بالذات الكتب يعني. ممكن مثلا بدل ما نرميها، او يعني في ناس اعتقد يعني لو فاهم ما بتهتمش بيها خالص، في ناس بتاخدها تقطعها وكده. ليه يا جماعه؟ تم تدوها لحد محتاجها، ممكن كمان انتوا تاخدوا فيه ثواب وتبسطوه. ممكن يكون حد مثلا مش قادر ان هو يجيبهم، او محتاج ان هو يذاكر من مصادر تانية او اي حاجه. المهم ان انتوا لو في ايديكم فرصه ان انتوا تساعدوا حد فالمشكله. المهم دلوقتي تعالوا نتكلم بقى عن الاستعداد النفسي، ازاي نهيئ نفسنا كده للترم التاني نفسيا. انا عارفه ان احنا يعتبر ما خدناش اجازه كبيره قوي، بس انا كنت عامله لكم فيديو عن ازاي نستغل الاجازه وكده. المهم سواء انتوا يعني عملتوا اي حاجه في الاجازه، المهم ان هي خلصت. فاحنا لازم اولا نقتنع ان هو الاجازه خلصت خلاص. ما نحاولش ان احنا بقى نمد، واللي هو بقى مش هذاكر في اول الترم ومش عارف ايه. ما بقولكوش ان احنا هنروح نقطع الكتب يعني، انا اختكم اهو بادئه دروس ولسه عادي، ما مش بذاكر اللي هو بجد قوي يعني. بس الفكره كلها ان احنا ما نراكمش علينا كتير في اول السنه، عشان هنبتدي نتزنق تاني في اخر الترم، والترم التاني قصير والكلام ده كله احنا عارفينه يعني. فيعني ليه نيجي على نفسنا من الاول، لما ممكن ان احنا يعني واحده واحده نبتدي ان احنا اوكي مثلا هذاكر حاجه بسيطه النهارده، مثلا خدت درس معين هراجع عليه، هبص عليه بس في الكتاب عشان يثبت في دماغي، مش لازم ان انا حتى احل عليه كتير. المهم ان احنا يعني واحده واحده كده نبتدي نرجع لمود المذاكره يعني. طيب برضو حابه اتكلم في حته النتيجه شويه، عشان يعني حاسه انا اتكلمت عليها كتير قوي في الاول. الناس اللي برضو جابت نتيجه مش عاجباها او درجات مش كويسه، يعني انا شخصيا على فكره يا جماعه لسه ما طلعتش درجاتي تمام، بس عامه انا سايباها على ربنا. انا الحمد لله عملت اللي عليا وحليت كويس في الامتحانات، فخلاص يعني انا مؤمنه ان ربنا ان شاء الله هيكرمني ومش هيضيع تعبي. الكلمه دي لوحدها او الجمله دي لوحدها تحسسك بكميه راحه وطمانينه كده، اللي هو انت زعلان اللي انت متضايق على ايه اصلا. فاحمد ربنا دايما على اي حاجه انت فيها، على موضوع الامتحانات ده وعلى اي حاجه عامه، انه انت يعني الموضوع عدى على خير، ان انت مثلا ما حصلش معاك اي مشكله في التابلت بتاعك مثلا. يعني فكر في كميه حاجات ايجابيه حصلت، بدل ما تقعد تفكر في السلبيات وفي المشاكل اللي هي ممكن ما تحصلش اصلا يعني. يمكن ربنا يكرمك وتجيب درجات كويسه. وبرده ما ينفعش ان احنا نبتدي كده من غير ما نكون خدنا اجازه خالص، لان في ناس يعتبر يعني المدرسين بداوا معاهم على طول، فده حرام عامه يعني، والله العظيم بجد. بس يعني حتى لو المدرس بتاعك مثلا بدأ معاك بدري، فحاول ان انت تاخد يوم او يومين بريك كده، اللي هو فاهم بتفصل قوي يعني. لازم اللي هو مثلا ان شاء الله حتى تفضل نايم على السرير طول اليوم، المهم ان انت بتفصل دماغك. انت ما ينفعش تبقى طالع من امتحانات رايح دروس تاني او نازل تدرس تاني والكلام ده، لان انت هنكره نفسنا والله يا جماعه. فيعني في مدرسين اللي هو فاهم ما عندهمش رحمه يعني، فلا انت ارحم نفسك. حتى لو المدرس اللي معاك مثلا ما ادكش اجازه او كده، ممكن انت تنزل يوم مع اصحابك مش عارف ايه، تخرجوا كده، هتفك وهتحس ان انت يعني لا يعني بقى عندك طاقه بقى للجديد. بجد احسن حاجه ممكن تعملها ان انت تقضي يوم مع عيلتك. يعني مش لازم يكون يوم اللي هو مليان او يوم حافل او تعملوا حاجات كتير، بس الفكره كلها انتوا تقعدوا مع بعض. حتى ممكن تقعدوا مع بعض تشوفوا فيلم او اي حاجه. الفكره كلها ان احنا فعلا فتره الامتحانات احنا غالبا يعني ممكن نكون بعدنا عنهم شويه، ما كناش بنشوفهم كتير. ففكره ان احنا نرجع نقرب منهم تاني في الاجازه دي حاجه جميله جدا. بلاش تشغل نفسك بحد، بلاش تشغل نفسك بفلان جاب كام، فلان عمل ايه، ده فلان ده كان بيغش، ده انا شفته بعينيه هو كان بيغش وهو جاب اعلى مني عشان هو غش. ما تركزش في اي حاجه من الحاجات دي، خلاص اللي حصل حصل. سواء فلان ده عمل اللي عليه وربنا كرمه، او سواء هو فعلا كان بيغش، او سواء يعني اي هو حظه كده اي حاجه. المهم انه اللي حصل حصل. ما نبصش لرزق حد، ما نبصش ل يعني اي حاجه عند حد يعني، لان احنا ما نعرفش ظروف الناس التانية. ما نعرفش ممكن ربنا يكون مديله حاجه كويسه في حاجه زي كده بس واخد منه حاجات تانية. ممكن يكون هو فعلا تعب وربنا كرمه،
فما نحكمش على حد من غير ما نشوف الموقف كله، وما نحكمش على حد عامه يعني. وفكره ان انت تقارن نفسك بحد اصلا دي فكره مؤذيه جدا، لان لا ظروفك زي ظروفه، ولا قدراتك زي قدراته، ولا حياتك زي حياته، ولا اللي انت عملته زي اللي هو عمله، سواء مين اللي عمل احسن. فانت ما تقارنش نفسك بحد، انت اعتمد على نفسك وقول الحمد لله على يعني على كل حاجه خلاص. حاول ان انت برضو طالما انت مثلا يعني في الترم الاول مثلا حسيت ان هو انت لا يعني عايز تعمل احسن في الترم التاني، ما تحاولش ان انت تتبع نفس المنهج بقى، لانه اكيد كده هتؤدي لنفس النتيجه. يعني بتعمل نفس الخطوات فاكيد هتودي لنفس النتيجه، تطبخ نفس الطبخه هتطلع نفس الحاجه في الاخر. لكن لو بدات تغير شويه في التكنيك بتاع المذاكره بتاعك، في طريقه مذاكرتك، في مثلا يعني الطريقه اللي انت بتحفظ بيها، في الطريقه اللي انت مثلا عند المدرسين اللي انت بتروح لهم، لو حابب تغير مدرسين. بس بشوف ناس اللي هو فاهم تقوم مغيره كل المدرسين وتجيب التهمه او المشكله في المدرسين ان هم المدرسين هم اللي وحشين. لا، هي عامه الفكره كلها ملهاش علاقه بمدرس قوي قد ما هي ليها علاقه بمذاكرتك. بس لو انت كنت بتروح لمدرس مثلا في الترم الاول ما بتفهمش منه كويس، او مثلا كنت مستني اصلا الترم التاني عشان تسيبه، فمفيش اي مشكله، بالذات في مرحله الثانوي، لان احنا بنبقى بنجرب مدرسين كتير ولسه مش متفقين مع حد معين. ففكره ان انت تجرب كذا حد وتغير في الترم التاني دي يعني متاحه جدا يعني. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، فيديو بسيط كده بتكلم معاكم فيه بس يعني بكل اريحيه، كلام من القلب كده. ما تزعلوش نفسكم على حاجه، ويعني افرحوا باي حاجه ربنا اداها لكم، يعني عشان ربنا يكرمكم اكتر. وبس كده يعني الحمد لله على كل شيء. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي كمان في الكومنتس يعني افكار فيديوهات حابين اتكلم عنها بعد كده، لانه اصلا الفيديو ده في ناس طلبته مني فانا عملته عشانكم. وبس كده، بحبكم. باي.